السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي المتابعين وأعزائي المشاهدين، اليوم بنسوي عجينة فرموزة، بس أنا ما بسويها طريقتي غير. أول شيء أنا ما بحشيها باللحمة، أنا بحشيها بالسبانخ وبحشي كمان بالجبنة. بسم الله، نبدأ المقادير والمكونات. كاسة ونصف موية، 3 كوباية دقيق، ملعقتين نشا، ربع الكوباية زيت، 3 ملاعق حليب، كله ملاعق طعام، ملعقتين خميرة فورية، ملعقة صغيرة ملح برضو على حسب الرغبة، حبة بيض، ملعقة طعام سكر. بسم الله، نبدأ الطريقة. أول شيء أضيف السكر، كمان أحط الخميرة، وأضيف ربع الكاسة موية. بسم الله. بعد ما خمرت الخميرة بالشكل هذا نضيفها للعجينة الدقيق، نضيف جميع المكونات، الحليب والبيض كله أضيفه مع بعضه. زيت، أضيف كمان ربع كاسة موية، بعجنه بالملعقة، بعدين بعجنه بيدي. الموية كاسة ونص بالضبط. بعجن بيدي. الحين أنا على وشك أكمل العجينة، بغطيها لما تخمر. على بال ما تخمر العجينة، أنا عندي حزمتين سبانخ غسلتهم نظفتهم تماما، والحين بقطعهم بسوي الحشوة. عندي 3 ملاعق سماق تبع الحشوة، حبة بصل متوسط فرمتها صغار، وملعقة صغيرة فلفل أسود، وملعقة صغيرة كمان على حسب الرغبة ملح. بسم الله، نبدأ طريقة الحشوة. أول شيء أقلي البصل لما تصير ذهبية فاتح. أحبائي المتابعين وأعزائي المشاهدين، الحين أنا قطعت السبانخ وكمان عصير الليمون، أول نسيت عصير الليمون، والحين بضيفه للبصل. طبعا الزيت حار جدا. أنا الحين أضيف البصل، أضيف السبانخ فوق البصل، والزيت حار نزلته من النار مع البصل.
السبانخ غني عن التعريف، في بو حديد، أكيد ما يبغاش يطلع النار زيادة عشان ما يفقد الحديد. أنا بس خليت الزيت بعد ما نزلت الزيت والبصل من النار، حبيت أضيفه لهم. والحين بضيف الليمون، كمان أضيف الملح والفلفل الأسود. زي ما قلت لكم كل واحد له طريقته. أنا بضيف شيء بسيط من السماق، لكن عند الحشوة بضيف السماق. الحين صارت الحشوة جاهزة اللي هي السبانخ، أحطها على جنب. في عندي حشوة ثانية اللي هي حشوة الجبنة، مع 6 قوالب جبنة مثلث، فص ثوم مهروس، وسويت نص الحزمة الصغيرة شبات. وهذا يعد على حسب الرغبة، ممكن تحطوا كزبرة، ممكن تحطوا نعناع، ممكن كل واحد على حسب رغبته. أنا بدمجهم مع بعض. طبعا الجبنة حسب رغبتكم، ممكن تحطوا جبنة مالحة، ممكن تحطوا جبنة موزاريلا، كل واحد على حسب رغبته. والحين شوفوا العجينة خمرت. بس أنا طبعا قلت لكم هذه عجينة الفرموزة، بقعد أعجنها 3 مرات. خليها كل 5 دقائق أغطيها وأعجنها كمان ثاني مرة، كل 5 دقائق 3 مرات، ممكن 6 مرات على حسب هذه هي عجينة الفرموزة. أحط يدي على الزيت زي كذا، أحاول أعجن ثاني مرة. الحين أنا بعد ما عجنتها بغطيها برضه، بتركها لمدة 5 دقائق وارجع أعجنها ثاني. والحين كمان هذه ثاني مرة بعجنها بعد ما خمرت عدد 5 دقائق، بعجنها ثاني. الحين بتركها برضو كمان 5 دقائق. الحين كمان مرت 5 دقائق، وهذه العملية الأخيرة للعجن.
الحين أنا بقسم العجينة قسمين. هذه بفردها أول شيء، الجوانتي كبير. بعد ما فردتها الحين قطعها على شكل دائري. طبعا أنا أقطعها بحق علبة الجبنة. والحين بسم الله نبدأ الحشو. طبعا أضيف شوية سماق من فوق أسويه. الحين أسكر عليهم كذا، بعدين أجيب هذا كذا. بهذا الشكل. شوفوا بلفهم كلهم بهذا الشكل. طبعا أنا الصينية حطيت لها ورق الزبدة، بسوي بهذا الشكل ومن أعبي الصينية. شوفوا عشان أنا أعيدها ثاني مرة أقول لكم كذا، من هنا من هنا تمسكوا كذا تصير أنا أعيد كمان بتقولون إنه ما. الحين بعد ما عبيت الصينية الحين بدخلها، طبعا الفرن حار على درجة 200. لا لمن تحمر، ممكن تاخذ 20 دقيقة، ممكن ربع ساعة. أحبائي المتابعين وأعزائي المشاهدين، الحين أنا العجينة الثانية شكلتها على أساس إنه بشكلها زي خلايا النحل. لو كان
بالمزرولا ولا بالجبنة المالحة، أنا ممكن كنت أشكلها تشكيلة ثانية، بس لأنه بالجبنة المثلثة حشيتها يعني شكلتها غير، وانتم حسب ما تحبوا يعني شكلوها. زي كذا بحطها زي خلايا النحل، بس بفرق بعضها، ما بخليهاش قريبة من بعض بالصينية بهذا الشكل. بخليه لما أنا أكمل أعبيها. بعد ما كملت أكورهم، الحين بدهنهم بالحليب، وأضيف عليهم الحبة البركة اللي هي حبة السوداء. بهذا الشكل. بهذا الشكل. ثم نكمل الصينية وأدخلها بنفس الطريقة على الفرن، نفس درجة الحرارة اللي ذكرتها سابقا. أحبائي المتابعين وأعزائي المشاهدين، أقول لكم بالهنا والعافية. الحين كملت الفطائر، إن شاء الله تنال إعجابكم. رمضان كريم، وإلى اللقاء إن شاء الله في حلقة قادمة.